فين الاستاذ محمد سامي؟ فين الاستاذ محمد؟ نعم ابو علب، انا جبت لك كل العلب اللي في البيت وهنقعد نعبي علبه علبه دلوقتي. ربنا يستر ومراتي ما تشوفنيش. جرى ايه يا استاذ محمد؟ جرى ايه يا استاذ محمد؟ من اولها يا استاذ محمد انت مختار اسم صعب. نعمل افوكادو، عمالين نقول نعمل افوكادو، يقولوا لنا الافوكادو ده بيتاكل. نقول لهم طب ونعمل افوكاتو؟ انت حيرتنا ليه؟ ليه اختيار الاسم من الاول صعب؟ وبعدين انا ما اتفرجتش على المسلسل من الاول، الناس قالوا لي الحق ده الاستاذ محمد سامي عامل جعفر العمده نسائي، قلت طب اتفرج عليه، جيت اتفرج عليه لقيتك عامل الحلقه 50 دقيقه 51 دقيقه، ليه؟ عامل لي فيلم، الحلقه فيلم، انا ما عنديش وقت، اليوم ضيق. جايب الاستاذه مي عمر عامله دور بقى ايه؟ الطيبه الجدعه بنت البلد الشهمه اللي هي ما بتفرقش معاها الفلوس، كسبت قضيه قامت واخده 8 مليون جنيه مدياهم لجوزها. لو النبي بجد والله ده بيحصل. 8 مليون جنيه تديهم لجوزها؟ ده بقول لك في جوازات بتجوز على 1000 جنيه، ايه اللي ده؟ وقامت واخده نص مليون جنيه مدياهم لصاحبه القهوه، الست محروسه. ده حتى الست محروسه ما جددتش القهوه والفلوس قامت مسروقه منها، كانت جابت طقم كوبايات، كانت حللوا لنا النص مليون جنيه وقامت واخده مليون جنيه مدياهم لباباها الاستاذ كمال ابو هم دول المليون جنيه الوحاد اللي ينفع تديهم؟ لا ده ابوها برضه يا جدع. وبعدين قامت واخده نص مليون جنيه مدياهم لاكرم ومراته، قاموا رفضوا النص مليون جنيه. انا عايز بقى النص مليون جنيه دول، النص مليون جنيه دول راحوا فين؟ وبعدين لما الفلوس راحت منها بقى في نص المسلسل ورجعت تاني قامت واخده نص مليون جنيه مدياهم للتربي. بجد والله العظيم ده ايه الكلام؟ ايه الحلاوه دي؟ ده والله من بعد ما هي بقى ما رجعت من الموت، هي رجعت من ده فيلم هندي، ده احنا عدينا التركي، تخطينا التركي. قامت من الراكدونه تحت التراب، قامت بقى ما هي من راكدون تحت التراب وقامت مطلعه نص مليون جنيه مدياهم للتربي. ده كلام؟ طب ما طب ما تتكعبل في اي حد فينا. انا عايز 500 جنيه وهبقى راضي. وبعدين انت مطلع الاستاذه مي عمر كل المسلسل يعشقها ويحبها، ده كلام والله العظيم. يعني انت مطلع احمد زاهر ما بيحبهاش يا سيدي، مطلع اكرم كان بيحبها من ايام الدراسه وكاتب فيها مذكرات اللي هي مراته اتخانقت معاه عشان كاتب مذكرات من 10 سنين بتتخانقي معاه النهارده. حرام عليكي، ده لو كل واحده دورت ورا جوزها ما كل الرجاله هتبات في الشارع. ومطلعه ياسين بيه بيحبها. طب انا راضي ذمتك ياسين بيه هيحبها بالمنظر ده ازاي؟ والله مش وحشه في مي عمر، هي يا سيدي جميله وزي الفل، بس بالمنظر ده ياسين بيه يعني عاجبك فيها ايه؟ عاجبك عشان طلعتك براءه يا سيدي؟ عادي ما حصلش مشكله. بس الشهاده لله، الناس بقى اللي بتفهم في العربيات بقى، اللي استاذ محمد سامي جاب عربيه فيورا، والله اللي هوات الحالات النادره والحالات انت جبت العربيه دي منين؟ والعربيه الهوندا بتاعت اكرم، ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والله انا سايب كل حاجه وعمال والله عمال اقول لمراتي شايفه العربيه الفيورا؟ فابريكا، ده شغل. انت جبت العربيه دي منين؟ وبرضه كالعاده لازم لازمه غريبه للبطل. يعني استاذ محمد ما ينفعش البطل بتاعه يبقى طبيعي. طبعا جعفر العمده كان بيقلب بظهر المعلقه، نعمل افوكاتو تركب العربيه من هنا تقلع الجزمه، بتقلع الجزمه ليه؟ وبعدين انا قلت خلاص دي عربيه فيورا ويمكن الدبرياج بيوجع رجليها، قامت واخده العربيه الجديده من احمد زاهر من صلاح بعد ما انتقمت بتقلعي الجزمه ليه؟ ما العربيه اوتوماتيك مش محتاجه تقلعي الجزمه. وبعدين انا عايز اسال سؤال، انت خدت منه 4 مليون وشويه، هاتي لي الجزمه جديده، احنا هنفضل مكملين بالجزمه لاخر المسلسل؟ مش معقول الانتقام شاغل بالك، ما انت في النهايه واحده ست هتنزلي تجيبي شنطه وجزمه جديده لو جالك فلوس. يعني انا يمكن الحاجه المنطقيه الوحيده اللي شايفها في المسلسل ان الاستاذ كمال ابو رايه طيب، طالع زي ما هو بشخصيته. اما بقى التاني اللي هو الراجل ده، والله ده شبيه بلال شامه، ده بديله يعني بدل فتاة، ما كنت جبت بلال شامه واحنا متعودين عليه. انت وهو برضه غبي وبيقفشوه واتضرب 100 مره في المسلسل، وبعدين هو رايح لها يقول لها انا هفتن على احمد زاهر ان هو قتل محمد، تقول له لا هديك مليون جنيه وتقعد انت ماشيه توزعي في الفيلم، ايه اللي هديك مليون جنيه وتقعد ساكت؟ ما كان راح بلغ عنه وخلصنا. ويا حرام الواد محمد اللي هو كان المساعد بتاعه، والله ارتبطت بيه، الواد شكله طيب وابن حلال، ارتبطت بيه. الواد مطلعه في شخصيه واحد غبي، راح عمل شبح عشان ينقذها، قامت هي صحيت من الموت يعني عودة أميتاب باتشان، والواد راح في الرجلين، راح هدر، الواد مات. وطنط سلوى عثمان عمالة تعيط بقالها 6 حلقات وشاكه فيها، واحنا ابتدينا نشك في بعض قدام المسلسل. بتعمل فينا ليه كده يا استاذ محمد؟ وبعدين مطلع لك بقى ايه؟ الشقه اللي صلاح او احمد زاهر جابها لمامته.
يعني يقول لك الشقه دي ب 2 مليون جنيه والعربيه بمليون جنيه. معلش، هم اشتروا الحاجات دي قبل التعويم، ولا التعويم ما جاش في المسلسل، ولا انت عايز تجننا، ولا ايه النظام؟ بس طبعا يعني ايه الفانتازيا بتاعت الاستاذ محمد سامي، احنا اعتدنا عليه بقى شغل الفانتازيا. هم طبعا كلهم بيمثلوا كويس، عاملين طبعا احمد زاهر خطير. بس انا عندي مشكله دلوقتي السنه دي مع اسره الاستاذ احمد زاهر. دلوقتي هو عامل دور شرير في المسلسل بتاع نعمة الافوكاتو، وبنته ليلى عامله دور شريره في اعلى نسبه. مش دلوقتي انت خدوا توكيل الشر، دلوقتي خدوا توكيل الشر في رمضان السنه دي استاذ احمد زاهر وبنته. عايزين لو سمحت نصلح منظرهم ونصلح موقفهم، انت بوظت الدنيا. برضه كالعاده انا ما بتعلمش، انا مكمل معاك، وكل حلقه تقوم قافلها على صوابعنا واقول ان شاء الله ربنا يهديه الحلقه الجايه. مفيش ما تقوم مكررها تاني وقفل. بس انا هكمل معاه. عارف لو النهايه طلعت مش منطقيه، انا عارف انك انت مطلع لي البطله غبيه وهبله 7 حلقات وشريره وذكيه وهتنتقم 8 حلقات التاني، وانا بالعها وساكت. عارف لو النهايه ما طلعتش مرضيه يا استاذ انا مش عارف هبيع التلفزيون وابيع الريسيفر، انا مش عارف هعمل ايه، مش عارف هتصرف ازاي. بس ادينا مكمل معاك، والحمد لله ان المسلسل ده بيقولوا ان هو 15 حلقه. ربنا يستر ونشوف نهايه المسلسل على خير ان شاء الله. سلام عليكم.